ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. وحشتوني جدا جدا من الفيديو اللي فات. قبل ما نبدا بقى الفيديو ما تنسوش تصلوا على الرسول وحطوا لي لايك وكومنت حلو منكم واشتركوا في القناه لو لسه مش مشتركين. بحبكم في الله. يلا صباحكم ومشرق بنور الله. وحشتوني جدا جدا يا بنات. يلا بينا كده. طاقه ايجابيه ومكملين في سلسله التوفير بتاعنا. النهارده هنعمل غدا اقتصادي وهنوفر على قد ما نقدر طبعا علشان رمضان. كل سنه وانتم طيبين. وهنفتح الحصاله مع بعض، بس انا والله لسه ما فتحتهاش. فاول ما اجيب الحصاله كده وافتحها وابدا احط فيها فلوس هقول لكم ازاي نبدا نحوش ونحط كام فيها. تمام. وطبعا على حسب امكانياتنا. طبعا انا هبدا معاكم هشرب قهوه ساده وهاخد بس حطيت عنب وكده وجوافه، بس مش هاكل يعني عنب ولا جوافه. هشرب قهوه بس كده افوق ونعمل الغدا بتاعنا. تمام. بس عايزه بقى ارد على شويه اسئله كده جاتلي علشان حبيبه قلبي يعني سالتني السؤال ده والله وانا نسيت غصب عني. هي عايزه بتقولي انا عايزه اخس يا غزل ومش عارفه اعمل ايه. بصي يا حبيبتي صلي على النبي الاول. اول حاجه انا كنت ماشيه على نظام وما زلت يعني اللي هو لو عايزه تثبتي كمان جسمك بتعملي ايه. الغدا الفطار بتاعك بيبقى حوالي بيضتين وبنص رغيف. يا بنات ماما جات لي كانت بتقول لي على حاجه وكده. بس بصوا الصلصه بتاعه الكشري دي عملتها المره دي بطريقه مختلفه وكانت حلوه جدا. حطيت شويه زيت من بتاع البصل بتاع الكشري. نزلت ب3 اكياس صلصه انا مفرزاهم عليهم كيس صلصه اللي هي الهارفست الجاهزه دي اللي هو معجون الطماطم يا بنات. وكنت دقه كده حوالي 4 فصوص توم نزلت بيهم ني كده في وسط التسبيكه. وحطيت لها يا بنات مكعب مرقه ومعلقه بابريكا وحطيت لها ملح وكمون ورشه سكر عشان الحموضه. حلوه قوي قوي قوي. خليتها خفيفه جدا. وحطيت لها خل واحط لها دلوقتي نص ليمونه. والله العظيم يا بنات ريحه وطعم الصلصه بتاعه المحلات فظيعه. المهم بصي يا حبيبتي انا كنت بعمل ايه. عارفين العيش اللي هو بتاع الطابونه اللي هو بتاع زمان ده اللي بيجي اللي هو تبع التموين اللي هو بيبقى العيش الاسود اللي هو كله رده. كنت بجيبه باخد نص رغيف بفطر بيضتين مسلوقين. تمام. او قطعه جبنه قريش بحب احط عليها رشه زيت لان ما بحبش الزيت الزيتون مش هكذب عليكم. بحط عليها رشه زيت اللي هو عافيه نقطه بسيطه. وبحط عليها ملح وكمون وبقطع جنبها خيار كتير. ممكن ده فطار واروح واكلاها. مثلا اجي بقى بعد الفطار ده ب3-4 ساعات اروح مثلا واكله تفاحه. بيبقى ليا ثمرتين فاكهه. انتوا عارفين يا بنات الدكتور محمود عفيفي اللي هو اشهر دكتور اللي بيروحوا عنده الممثلين. انا كنت رايحه كشف عنده ب700 جنيه. الكلام ده كان وانا حامل في يزن. الدكتور ده يعني كان غالي جدا واستشاراته غاليه جدا. فكان ماشيني على نظام فهقول لك عليه. قال لي ليكي في اليوم ثمرتين واختاري الثمرتين اللي هم ما فيهمش سكر زي ايه. زي المانجا والعين المانجا والعنب والتين والبلح. قال لي دولت من السكريات الكتيره قوي اللي هي ممكن تزود. بس عايزه بقى مثلا نفسك في واحده مانجا خدي واحده صغيره. تمام. كلي الموز بس الموز في يعني الصبح. والكلي جيبي التفاح اللي هو بتاع الدايت اللي هو الاخضر ده. والكيوي حلو. طيب يا غزل انا جعانه برضو مش عارفه اعمل ايه في نص اليوم. كلي خيار على قد ما تقدري. كلي جرجير كان قايل لي على خس. طبعا الايام دي مفيش خس. تقدري تجيبي 2 كابوتشا تغسليهم وتقطعيهم وتخليهم جنبك. وجبه الغدا ممكن حوالي يعني طبق رز صغيرين يعني تقللي الكميه وتحطي جنبها سمكه مشويه يا مثلا صدر فرخه ورك فرخه. كتري سلطه. اشوي بابا غنوج. على فكره بابا غنوج يا بنات بيلكم بطريقه بس ما تحطيش عليه طحينه. تمام. العشاء بقى كلي علبه زبادي وعصوري عليها نص ليمونه. قللي وجباتك. ما تحاوليش تاكلي عيش كتير. ما تاكليش رنجة او فسيخ عشان بيزود ميه في الجسم حوالي 2 كيلو. تمام. كل يوم بديلي اشربي شوربه خضار. أنا على فكره لما كنت ببقى جعانه بعمل مثلا نوع خضار زي فاصوليا زي شوربه خضار. وكل ما جوع كنت اكل منه طبق بالمعلقه وبخس جدا على فكره. فهمتي يا حبيبتي؟ طيب مع الحاجات دي كان في بيديكي ادويه او حاجه بس انا طبعا مش فاكره ايه الادويه. فانت تقدري تتابعي مع دكتور يكون انت واثقه فيه. وعلى فكره دلوقتي يا حبيبتي في حقن تخسيس يعني. في المونجارو وفي حاجات تانية. فانت تابعي مع دكتور وما ينفعش تاخدي حاجه كده من مزاجك. لازم تتابعي مع حد كويس موثوق فيه وتخسي باذن الله. بس انا قلت لك انت عارفه النظام ده لو مشيتي عليه من غير اصلا اي براشيم بجد هتخسي جدا. انا عايزه اقول لكم انا لما بتبع النظام ده انا مفيش يعني كبيري شهر لان انا اصلا وزني يا بنات مش كبير. يعني انا وزني مش كبير يعني مش مليانه. فاهميني؟ فلما بحط حاجه في دماغي بص يعني انا عملت كشري النهارده باكل بس بكميات. ما ارجعش اكل كشري واكل بالليل مثلا اكل حاجه فيها عيش. لا غلط. فاهماني؟ خلي نظام البيض في اسلوبك. افطري مثلا علبه زبادي وواحده تفاحه. ده فطاري برضو كنت بعمل كده وما زلت لحد دلوقتي ما بحبش الفطار. ممكن اكل علبه زبادي. تمام. اللهم صل على النبي. ممكن اكل علبتين زبادي. علبه زبادي واحده معاها موزه. علبه زبادي ومعاها تفاحه. واحده كيوي. فاهمين يا بنات الحاجات اللي هي ما فيهاش سعرات حراريه كتيره.
بس وهتخسي. ما تشربيش حاجه فيها سكر. قهوتي دايما بتلاحظوا معايا ان هي بتبقى ساده، ما باكلش شوكولاته، ما باكلش حلويات، كل فين وفين. حتى لما باجي اكلها كل فين وفين ان انا باكلها وانا ضميري مرتاح. ليه؟ لان انا ما باكلهاش كل يوم، وفي نفس الوقت باكلها بكميات. تمام. يعني تقدري تاكلي كل حاجه في الدايت بس كميات بسيطه جدا جدا. لو عندك اي استفسار او عايزه تسالي على حاجه، عينيا ليكي. تمام. انا زي ما انتوا شفتوا انا بعمل معاكم الكشري. كنت نقع على العدس بجبه يا بنات، ونزلت بزيت من البصل، حمرت الشعريه، بعد كده الرز، حطيت نص مكعب مرقه على الرز، حطيت عليه ملح كمون، مكعب مرقه. تمام. مرقه خضار يا بنات. طيب في واحده كاتبالي لو يعني يعني حبيبه قلبي اللي هي من الشرقيه، حاجه كردي كده صح؟ طبعا انتوا حبايب قلبي زي نور دولت متابعيني ثابتين، وساميه طبعا من المنصوره بلدياتي. فهقول لك بقى، لو جوزك خاين تعملي معاه. بصي صلي على النبي، انت اكتشفت ان هو بيخونك. في واحده مثلا بتبقى عارفه جوزها ان هي مهما تعمل له حاجه ان هو ده بصباص، ان هو بتاع حريم معروف عنه كده. وفي مثلا ممكن ظروف حصلت بينكم مشاكل ولا حاجه، فاضطر مثلا ان هو يعرف عليكي حد حاجه ولا فتره. علشان ما يبقاش بينكم حواجز اقعدي اتكلمي معاه. لو هو مش هيقدر يتغير، انا اكلمك عن نفسي، دي حاجه صعبه قوي. يعني انا في ممكن واحده تستحمل علشان خاطر العيال، وفي واحده تانية تقولك لا انا مش قادره اكمل. انتي شوفي نفسك، لو انتي مش مقصره معاه في حاجه وهو برضو بتاع حريم، انتي الحل هيبقى في ايدك انتي. لان هقولك على حاجه، في ناس ممكن ربنا خلقها بالفطره، يعني هو طبعه كده وسخ، سامحوني يا بنات، هو طبعه كده وحش، فاهماني؟ فمهما تعملي له، ومهما تبقي نظيفه، ومهما تبقي على سنجة 10، ومهما تهتمي بنفسك، برضه هيفضل بتاع حريم، فاهماني؟ فالحل بيبقى جاي منك. لو انت هتقدري تقولي لا انا مش هقدر اكمل معاه، وانا هربي عيالي، وانا هصرف، وانا كذا وكذا وكذا، وتقدري تاخدي الخطوه دي، اتكلي على الله. لو انت شايفه ان انت معموله على امرك، عايزه بقى طريقه انك انت تخليه يتلم شويه، خدي موقف منه، روحي اقعدي شويه فتره عند اهلك، ربيه. يعني زي ما بيقولوا ربي. احنا بقى هنا القناه دي احنا بنات وبنات واخوات، فنتكلم يعني بطريقتنا مع بعض. ربي، ابعدي عنه بقى فتره لحد ما يتربى. بس يبقى خلي دايما ان هو لما يجي يراضيكي يبقى صعب، مش سهل. مش يقول لك انا مش هعمل كده تاني، تروح مريله وراجعه معاه. لا، يخلي ان انت رجوعك يبقى صعب عشان يحترم نفسه. فهماني يا حبيبه قلبي؟ ويا رب يا رب ما تشوفوا حاجه وحشه، لان اصلا الحاجات دي بتوجع القلب يا رب. وطبعا احنا عامه يعني بصوا، انا بتكلم بقى على انا كاني مش متجوزه، بس فعلا لما حد مثلا واحده جوزها بيخونها في ساعات، يعني واحده جوزها بيخونها وهي ما بتعرفش، بيبقى كويس معاها وبتاع، وفجاه تكتشفي. بنات شفتوا الفيديو اللي نزل على الفيس اللي هي واحده، وده برضه من اكبر الحاجات الغلط والمشاكل اللي انا قلت لكم عليها قبل كده في فيديوهاتي. اوعي تدخلي واحده صاحبتك بيتك، صاحبتك بره، تدخليها وجوزك مش موجود، ما تعرفيش عليها جوزك، ما تجيبهاش تقعد معاكوا على الغداء او العشاء وتقعد تهزر وهي وز 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 وز، وتقعدي هي وجوزك كانهم اخوات. في الاخر بياخد رقمها وبتحلف عينه، وهي بتحلف عينه معاملته ليكي وبتاخده منك. ما تدخليش حد على جوزك البيت. مثلا ما تبقيش عندك صاحبتي وتقول لجوزك روحي يوصلها، ده انت تبقى غبيه قوي. اقسم بالله ده انا لو اعرف متابعيني واحده بتعمل كده والله العظيم لا ازعل منكم بجد. لا ما تعمليش كده، ما تبقيش غبيه، ما تسيبيش جوزك لحد، ما تسيبيش جوزك لحد يعني، ولا لحد من قرايبك. ما تسيبيش جوزك لاي واحده، اي واحده كده مكتوبه في البطاقه انثى، ما تسيبيش جوزك ليها. ما تعرفيش اصلا، ممكن انت في حاجه جوزك مكسوف يقولها لك. دي الشطه الزيت يا بنات، نزلت بزيت بصل ونزلت بشطه كتير وعليها كوبايه ميه، والفلفل اللي هو المجفف ده عملته بايدي. اللهم صل على النبي. ما تسيبيش جوزك. ممكن يكون في مثلا اللي حواليكي دي ممكن فيها حاجه، هي جوزك كان بيتمنى ان مراته تبقى فيها الشكل ده، فيروح بايه غصب عنه مقرب. ما انت مثلا بيقول لك الراجل بيبقى عامه ضعيف، فانت تجيبي البنزين جنب النار وتقولي في الاخر انا بيتي ولع. لا، ما تبقي مثلا معفنه ومنتنه في نفسك وبتقعدي مبهدله ومنتنه وتقعدي تشتكي وتبقي نكديه وتقعدي زهقانه وتقولي انا ظهري اتوجع، ده انا ركبي يا اختي، هاتيلي مش عارفه الكريم بتاع الرجلين ومش عارفه ايه وبتاع، وتقعدي قدامه تحسسي ان انت كركوبه. ولما يجي يتجوز تقول له ليه انا عملت لك ايه، ما البيت نظيف ومربيه لك ايه. لا ايه ده؟ بشوف برضو عينات، يا حول الله يا رب. انا لما انتوا بتجيبوا لي اسئله انا بستغرب، فعشان كده بتلاقوني بتعصب معاكم. لا لا، البصل يا بنات حط عليه دقيق ونشا ورشه ملح. واللي هتطلع تقول انا ما بحطش على البصل مش عارفه ايه، حبيبتي انا ماليش دعوه بيكي، انت بتدخلي عند قناه، انت فاتحه قناه، تمام؟ انا مالي بيكي،
انا مالي بيكي؟ انتي بتعملي حاجه في بيتك انا ماليش علاقه بيها، انا ماليش علاقه بيها. انتي لو تسمعي قرمشه البصل ده والله العظيم لحد دلوقتي في نص الليل اهو والبصل مقرمش جوه، ماليش علاقه بيكي. انتي ما بتحطيش عليه الحاجات دي وبيطلع مقرمش براحتك بالهنا والشفا. انا بحط بقى، ما تدخليش تتابعيني في القناه وتروحي عامله عليا فيديو، ما تبقيش تافهه. انتي شاطره في طبيخك وكويسه، مالكيش علاقه بيا انا بعمل البصل ازاي. بحب احط الحركه دي يا بنات. قبل ما اخد كورسات طبخ من زمان قوي قوي كنت بتابع علاء الشربيني زي ما انتوا عارفين، وكان هو بيعمل الحركه بتاعه البصل دي. اللهم صل على النبي يا بنات. كان في اسئله تانية والله. لا موضوع فهي كان صاحبتها واحده يعني صاحبتها انتمتها ودخلتها البيت. هي بقى بدات تشك، كان لما مثلا تعمل اكل تبعت لصاحبتها دي، ده ليمون يا بنات، احط عليه خل واحط عليه توم واحط ملح وكمون وكزبره ناشفه ودي الدقه، وبعد كده ازودها بميه، ليمون وخل، تمام. اللهم صل على النبي. كل ما تعمل حاجه تعالي، كل ما تخرج مع جوزها تعالي. في الاخر قالت لها ايه، دخلت البيت لقيت صاحبتها موجوده مع جوزها، تقول لها استوري عليا، ده انا ماما امي هتموت فيها، ده انا عيالي مش عارفه ايه، وانتي قليله الادب يا قذره، ايه اللي يخليكي تعملي حاجه زي كده؟ ودي خيانه يعني. انتوا هتقولوا لي طب انتي معاها؟ لا انا معاها، هي حرقه قلبها، لا معاها، وثقيها وثقيها. طب انتي لما انتي مش عايزه جوزك وعايزه جوز صاحبتك مكمله مع جوزك ليه؟ ولسه بيتكلموا ليه يعني؟ في حاجات انا قلتها لكم زمان. واحده في المغرب قابلتني قالت لي الكلمه دي، شافتني قالتها لي. وهي ست يعني انا اتعاملت، بدات ان انا يعني اعرفها ست طيبه وكبيره في السن قوي يا بنات في المغرب، والله العظيم مش هنساها. راحت قالت لي ايه، ما تدخليش حد بيتك. بس طبعا هي بتتكلم مغربي. دي يا بنات طماطم مقطعاها حطيتها في الشط، هي بتتكلم مغربي، هي مغربيه يعني الست. فراحت قالت لي، كنت بتكلم معاها في مواضيع وكده وزي ستات كبيره، فادتني نصيحه، فبتقول لي اوعي تدخلي حد البيت وجوزك موجود، هتبقي في يوم بره وهي اللي جوه. اقسم بالله انا عايزه اقول لكم انا مش فاكره اسم الست، بس انا فاكره الكلمه دي قالتها لي كده، ما تدخليش حد بيتك، ما تخليش واحده تقعد مع جوزك، عشان هيجي وقت هتبقى هي اللي جوه وانت اللي بره، هي هتاخد كل حاجتك وانت هتاخدي الهوا وهتطلعي بره. فاهميني؟ انا جوزي مثلا يقعد معايا ولا حاجه، مهما ده انا في واحده، واقول لكم انتوا صحابي واخواتي، كل ما كان مثلا جوزي مثلا يجي الفيس يقول لي دي بعتت لي طلب صداقه، دي بعتت لي طلب صداقه، تصدقوا تامنوا بالله انا عملت ايه؟ يعني هي حوالينا انا اعرفها، فشفت اخوها طبعا كان في ناس من قرايبنا قاعدين وكذا وماما وكده، رحت قلت له هي اختك دي بتبعت لجوزي ليه؟ ليه عايزه ايه؟ هو انا بعت لجوزها تكلمه ليه؟ بتاع ايه؟ تبعت له طلب صداقه ليه؟ انتوا فاهمين؟ قلت لكم مره واحده جوزي لما نزل مره اجازه، واحده مشيت ورا جوزي يعني هي ما وقفتهوش، تمام. رحت انا عملت فيديو ولمحت صح، حلفت ان المره الجايه لو عملت حاجه لجوزي انا هطلع اقول هي بنت مين وجوزها مين، ومش بعيده اصورها في الشارع. انتوا فاهميني؟ ليه بقى؟ انت هتيجي يا حبيبتي على خراب بيتي؟ لا مش هسيبك، والحمد لله احترمت جوزي جدا جدا ان هو قال لي حاجه زي كده. هتعملي حاجه همسح بكرامه اهلك الارض، مش هسمي عليك، هجيبك اروح لجوزك هقول له مراتك عملت كذا كذا كذا. هتكسف منك ليه وتبعتي لجوزي ليه؟ لا، وحتى الناس مثلا اللي بتعرفني ولا حاجه ولا جيران ولا حاجه، لا انت تكلمي جوزي ليه، تقعدي مع جوزي ليه، تيجي تسلمي على جوزي ليه؟ مفيش عندي الكلام ده، حتى لو انت مين ما عنديش الاوبشن ده، مش موجود مهما كان ثقتي في اللي قدامي. حبايب قلب لو عايزين اي حاجه اكتبوا لي واقول لكم الفيديو جاي، بس يعني عايزاكم بقى تكبروا مخكم شويه، يعني في حاجات دلوقتي بتحصل في الدنيا ما تديش الامان لحد. انتوا اخواتي وانا بقول لكم اللي انا بعمله. عملت يا بنات كشري النهارده، طبعا ما طلبتوش من بره، كيس مكرونه على شويه رز وكده، وعملت احلى غدا. بحبكم جدا في الله. قبل ما تقفلوا الفيديو ما تنسوش اللايك والاشتراك، واكتبوا لي كلمه حلوه ودعوه حلوه. بحبكم جدا في الله، واشوفكم في فيديو جديد. وشوفوا الفيديو الجاي عايزيننا نعمل ايه او نتكلم في ايه، وتحت امركم يا حبايب قلبي. هروح اشرب قهوه يا نور وانام. حبيبتي يا نور، بحبكم جدا والله العظيم كلكم حبايب قلبي. هقعد بقى اكل الكشري. عايزه اقول لكم عامله شطه كده وفيها قطع طماطم وشويه كشري عسل زي العسل، والصلصه دي جربوها يا بنات على ضمانتي والله حلو قوي. يلا بقى تصبحوا على خير، واشوفكم في فيديو جديد، ومع السلامه.